في الحلقة اللي فاتت الظلام اتحرك والبوابة الحمراء ظهرت، بس الرعب الحقيقي ما كانش من البوابة، الرعب كله كان من جين وو نفسه. الناس بدأت تسأل هو لسه إنسان ولا بقى كائن من نوع تاني؟ القوة اللي بيظهرها مش طبيعية، وكل ثانية بيعدي فيها بيقرب أكتر من إنه يبقى أقوى كائن على الكوكب. النهاردة في الحلقة الثالثة كل حاجة بتتصاعد، الظلال بتتحرك والغموض بيزيد والمفاجآت ما بتخلصش. نظرة واحدة من جين وو كفيلة تهدي جيش، وصمته ممكن يرعب قلوب أبطال. من أول لحظة في الحلقة دي هتحس إنك داخل أرض تانية، مش مجرد بوابة، دي بداية لعهد جديد، عهد ملك الظلال. متنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة أول بأول، واكتب كومنت علشان تبقى من جيش العظماء. تبدأ الحلقة براجل واقف قدام كيان مرعب. مين انت؟ حاكم الجليد بيكلم نفسه وبيقول الشظايا المضيئة ما كانتش مخبية الدليل طول الوقت، ايه ده؟ بيلاقيه ملك التحول، وملك التحول بيقول دي حاجة سيئة، أنا جيت علشان أديك معلومات عن المكان كله. قطعة أرض صغيرة فيها ملك الظلال، ما قررتش تروح هناك؟ الحكام هيصدروا حكمهم على الجزء الجنوبي من الأرض دي، وأنا مش رايح هناك. يعني ملك الظلال مش هيبقى ليه لازمة لو المصمم خلص العقد. في أخبار تانية مثيرة للاهتمام، شكله في ألمع شظية ضوء على الأرض. ده كويس، مش مصدق إنك قلتلي الكلام ده. هنعمل إيه مع جينو؟ لو أنت مستعد تفهم خطتي ليه أكتر من كده هتخلص منه نهائي. ملك الجليد بيتحدي أسطورة الظلال بكل أريحية، ولكن ما يعرفش هو بيتكلم عن مين. فجأة بيلاقوا حد بيقاطعهم، وهالته قوية جدا ومليانة طاقة نارية. هتقطع كلامنا تاني؟ الأرض الصغيرة في الشرق، تقصد كوريا؟ قبل ما نكمل الحكاية خلينا بس نشرح يعني إيه شظايا. الشظايا هي أجزاء من قوة الكيانات العليا، اسمهم الكامل غالباً بيكون شظايا الضوء المتجسد أو Shards of Brilliant Light. إيه دورهم؟ دول كيانات أو أرواح نزلت للأرض علشان تحارب الملوك أعداء البشرية. كل شظية بتدخل في جسد إنسان وتخليه وعاء ليها، زي مثلاً توماس أندريه الصياد الأمريكي القوي كان وعاء لإحدى الشظايا. كانوا في الأصل جنود للحكام The Rulers اللي هم عايزين يحموا البشرية. علاقتهم بجين وو، جين وو مش شظية، هو وريث ملك الظلال أشتار اللي كان عدو للحكام والشظايا. عشان كده كان في صراع كبير بين الظلال والشظايا. الأرض الصغيرة في الشرق، تقصد كوريا؟ ماذا لو كانت كده فعلا؟ يلا، مفيش وقت للعب دلوقتي. جرب تلحق بينا لو قدرت. ده سهل قوي، مش هسيبك تخرج من هنا. في الجانب الثاني بيكون جينو لسه بيحارب في البوابة الحمراء، وظهر زعيم البوابة. انت هو الراجل اللي قتل صحابي وبتتمشى هنا بكل برود؟ في البداية حابب أقول إنك عملت شغل جامد، قدرت توصل لقلب المكان لوحدك، وكمان بتعرف تتكلم بلغتنا. بس في حاجة واحدة مؤسفة هنا، إنك دلوقتي محاصر بكل الكائنات اللي بتشتغل معايا. يلا يا وحوش، اظهروا كلكم. انتوا فين؟ ده فعلا مضحك. Arise. اللي كانوا بيحاصروني من صحابك شكلهم مش موجودين خلاص. الوحش بيتعصب وبيبدأ ينتج وحوش زي المجنون، وملك الظلال مش فارق معاه. جينو بيبدأ الهجوم بكل ثقة لأنه عارف من الأول مين اللي حينتصر، وبيجهز نفسه هو وجيش الظلال للمعركة اللي محدش هيطلع منها زي ما دخل.
جنود جينيفو بيبدأوا الهجوم بشراسة مفيش بعدها، مش سايبين للوحوش أي فرصة يتحركوا فيها. حتى لما 2 من الوحوش حاولوا يتسللوا من الجنب علشان يغدروا بيه، فجأة تانك بيظهر وبيبغتهم وبيقتلهم في لحظة واحدة. الوحش الزعيم بيزعق بعصبية وهو بيبص لجينيفو مثير للاهتمام. نشوف بقى مين الأقوى. بس جينيفو بيبص له بنظرة كلها برود واستهزاء، كأنه بيقول له انت مش قدي أصلا. بيرو بيظهر بسرعة البرق وبيقتل عدد كبير من الوحوش في رمشة عين. وتاسك مش بيضيع وقت، بيفعل مهارة أغنية العملاق ويبدأ يحصد فيهم واحد ورا التاني. ولما لسه في أمل عند الوحوش، تاسك بيكمل ويفعل مهارة التحكم بالجاذبية وبيسحب الزعيم نفسه ويثبت جسمه على الأرض بقوة مرعبة، مش قادر يتحرك حتى. جينيفو واقف قدام الوحش بكل هيبة، ما بيتحركش ولا خطوة، وعينيه بتقول كل حاجة وبيتكلم بصوت هادي تقيل. من دلوقتي هتجاوب على كل سؤال هسأله، ولو جاوبت بصراحة هقتلك قتل رحيم. بس الوحش ساكت، مش بيرد ولا بيقول أي كلمة. وجينيفو يحس إن في حاجة غلط، كأن النظام نفسه منع الوحش إنه يتكلم، فيرد عليه برود: ماشي، مش مهم، هعرف كل حاجة في الآخر. ويفتح الشنطة ويطلع مفتاح معبد كارثون. المفتاح ده مش لأي حد، لازم تكون وصلت للمستوى 100. وجينيفو جاب المستوى ده وهو بيقاتل في جزيرة جيجو. بيمسك المفتاح ويقول: مفتاح معبد كارثون، أنا مستحيل أنسى المكان ده، الزنزانة المزدوجة. النظام عايزني أرجع تاني لنقطة البداية، بس المرة دي الوضع غير. أنا اتغيرت، بقيت أقوى بكتير. كل ده مترتب من الأول وهو مستنيني أرجع له. وبيغمض عينيه لحظة كده ويهمس: استناني، أنا جايلك قريب. وفي الناحية التانية زعيم البوابة متحمس ومستني جينيفو يوصل. بس اللي ما يعرفوش إن جينيفو اللي جايله مش هو نفس الشخص اللي كان زمان. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي كانت فيها الأحداث النارية بمعنى الكلمة. جينو بيثبتوا كل يوم إنه مش مجرد صياد عادي، ده بقى قوة مرعبة الكل بيحسب لها 1000 حساب. بس يا ترى إيه اللي هيقابله في معبد كارثون؟ وهل فعلا هيكون مستعد للمواجهة؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوا قسم الجاي لأنه هيكون مجنون. ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك الحلقات أول ما تنزل، واكتب كومنت علشان تبقى من جيش العظماء.